يا صباح الفل. لما بيكون جاي علينا رمضان بنحس إن هو فرصة إن إحنا نغيّر من طريقة تفكيرنا، فرصة إن إحنا نغسل نفسنا من جوّه، فرصة لبداية جديدة، وبنحس كده إن إحنا مرتاحين أوي مع بداية الشهر الكريم. بس للأسف أحيانًا بتحصل مواقف يومية بتخلّينا نخرج من حالة الهدوء اللي إحنا بنتمناها والروحانيات الجميلة اللي بتكون موجودة في رمضان. رغم إن إحنا بنقرا قرآن وبنستعين بالله، وأكيد بتكون روحانياتنا عالية في الشهر ده، بس المواقف دي ساعات بجد ما بنبقاش عارفين نتعامل فيها إزاي. هي مواقف يومية بتكون ضاغطة، وغالبًا بتكون نابعة من تفسيرنا للموقف نفسه أو أفكارنا حوالين الشخص. إن شاء الله تابعوني في رمضان في حلقات هنكون بنتكلم فيها عن مواقف وإزاي نعالجها نفسيًا عشان نقدر نفضل في حالة السكينة والهدوء والراحة النفسية اللي بنتمنى إن إحنا نتمتع بيها في أغلب يومنا. أنا نشوى علي الدين، تابعوني في رمضان في حلقات بعنوان روشتة نفسية. دمتم بخير وسلام عليكم.